السلام عليكم، كل عام وانتم بخير. الفيديو ده ان شاء الله عشان الناس اللي ناويه تصلي التهجد وبتصلي التراويح. عارف ان في ناس ما شاء الله معمره و60 و70 و80 سنه بيقفوا وحوش، ولكن في بعض التمارين هنعملها عشان نقوي العضلات، عشان نقدر نقف للاخر ونستكمل مسيرتنا بدون اي اجهاد ان شاء الله. يلا بينا. هنتمرن تمرين العضلات القطنيه في وضع الثبات. هننزل كده ونطلع كده بس، مش هنطلع للاخر كده بس، وهنثبت 30 ثانيه او 60 ثانيه حسب مقدرتك. بعد كده هنشتغل عضلات الجلوت، هنفردها كده بس. طبعا الكلام ده هيبقى يمين ويسار، الجزء الايمن والجزء الايسر، لازم احس فيها بشد. هي برضه نفس الكلام، هنشتغل على التمرين على العضلات الخلفيه، هنعملها برضه انقباض ثابت. وضع الكعب يبقى كده عند العظمه، المسند عند العظمه، والمسند الثاني بيكون عند الركبه. نقفل نحجز الركبه تماما، ونحجز الكعب بتاعنا الوزن يكون مناسب. مش هننزل للاخر كده ونطلع، كل اللي هنعمله هنثبت في الوضع ده بس. الوضع ده 15 30 45 حسب امكانياتك، مجموعتين. طبعا كل الكلام ده هنعمله في الاسبوع مرتين لثلاثه. من اهم العضلات اللي بتتعب معايا ودايما شاده مشدوده عشان ركبتي مفروده وعشان تعمل لي اكستنشن تفرد جسمي، السمانه. عشان كده لازم نعمل لها انقباض ثابت عشان تتحمل الوقفه اللي بنقف عليها ساعه الصلاه. هنقف كده، هننزل، مش هننزل للاخر، ده الاخر بتاعنا، هنقف كده في الوضع ده بس. الحمل كله على الانكل، الحمل كله على الانكل، الحمل كله على الانكل. خلاص، مش في القدم فقط قدام، والحمل كله على الانكل. حبيت امسك ثقل مفيش مشكله، بتوع برضه 15 20 ثانيه كان ماسك ثقل او ايا كان، والحمل كله على الانكل. وكده يكون خلصنا الاربع تمارين اللي لازم نعملهم. كل عام وانتم طيبين، وصلنا ان شاء الله بخير، سلام والتهجد. كل عام وانتم بخير وربنا يتقبل منكم. ايه تاني ممكن نقوله؟ السلام عليكم.